السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا قبل ما ابدا الفيديو ما انساش نصلي على النبي، ويلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اسرع مخلل البتنجان ممكن تعمليه، وكل ده في 5 دقايق بس، مش هقولك 10 دقايق، لا 5 دقايق بالظبط. يلا بقى نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معايا بقى الكبة كده نزلت بيها ب3 فصوص بالظبط من التوم، او ممكن تزودي او تقللي، وبعد كده نزلت عليها بقرن فلفل كده حامي، وممكن تستبدليه بقرن فلفل رومي لو انت عايزة. وبعد كده نزلت عليهم بواحدة طماطمية كده، يعني حلو كلبوزة شوية كده. هضربهم بقى ضربة حلوة في الكبة كده، وممكن برضو ان انت تدقيهم في الهون كده لو انت ما عندكيش كبة. بعد كده نزلت عليهم بعصير ليمونة، وبعد كده حطيت هنا شوية خل، يعني معلقة كده، ويلا احط معلقة كمان. هبتدي بقى ان انا اظبط الملح بتاعي كده، ونزلت عليها برضو بنص معلقة من الكمون، وربع معلقة من الشطة، وربع معلقة برضو من السبع بهارات، وممكن تستبدلي اي نوع من التوابل. ومعايا هنا معلقة هريسة برضو صغيرة، وممكن برضو تستغني عن الهريسة لو ما عندكيش، يعني مش حوار عادي يعني مشي باللي عندك كده، والجدب الموجودة وخلاص. هنا بقى كانت عايزة شوية ملح كده صغننين تاني، بصوا انا محطتهاش كلها، يعني كانوا عايزين نقطة ملح تاني، فايه حطيتهم. هبتدي بقى ان انا اظبط البتنجان بتاعي كده، يعني هشيل العنق كده بتاعه، وانا هنا بحب اسلق البتنجان قوي يعني العنق بتاعه، عشان لو شلت العنق كده وقمت سلقاه، الحته اللي فوق دي بتبقى غامقه، وبتبقى بصراحه مش حلوه خالص. عن تجربه بجد، يعني لو جربتوه كده هيعجبكم جامد. انت كل ده لسه ما حطيتيش اللايك؟ طب يلا حط اللايك، مستنيه ايه؟ واهم حاجه طبعا واحنا شغالين، زي ما احنا ما اتعودنا ان احنا نذكر ربنا على الحاجه كتير، يعني صلوا على النبي كتير بقى في الكومنتات. هخلص بقى البتنجان ده وهرجع لكم. هو بجد سهل جدا، وممكن برضو تعمليه بدل يعني لما يبقى مسلوق كده ممكن تقليه، وهيبقى جميل جدا جدا برضو بجد، يعني ممكن بدل ما تسلقيه، بس ده طبعا اخف واحلى بكتير. شايفين الحله الحلوه اللي هناك دي؟ عارفين فيها ايه؟ الشاطر بقى هو اللي هيقول لي انا كنت عامله ساعتها ايه، عشان كده عملت جنبه بتنجان مخلل. واللي هيجاوب صح هديله منه طبق ورق عنب، بس ما تقولوش لحد بقى، قولوا لي بقى ايه اللي في الحله دي. هنا بقى بعد ما خلصت كده البتنجان، هبتدي ان انا احشيه، بس يعني هحط شويه حلوين في البتنجان كده، يعني هتوصى بيه شويه تمام. ولو عايزين طريقه ورق العنب اكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله هنعمله مع بعض. بس اللي هيكتب لي في الكومنتات عايزين طريقه ورق العنب، صدقوني هنزل لكم فيديو محترم عن ورق العنب، ان انا اشطر واحده بعمله بجد. اكتبوا لي بقى عايزين الفيديو الجاي عن ايه، وعشان نعمله مع بعض. هنا بقى كده هخلص كل كميه البتنجان كده وهرجع لكم. صحيح نسيت اقول لك ان انا زودت هنا يعني ملح ثانيه كده، عشان البتنجان اصلا بيبقى دلع، فانا عشان احيق يعني قلب البتنجانه من جوه، زودت كده يعني ثانيه في الخلطه كده في ملح، يعني من بعيد كده او شبه مظبوط جدا، بس زودته حاجه لا تذكر كده بين صوابعي. ولو جربتوا بقى البتنجان بالطريقه دي قولوا لي، ولو لسه ما جربتهوش جربيه، عشان تكتبي لي في الكومنتات وتقولي لي تسلم ايدك. هنا بقى انا كنت عامله نص كيلو بس من البتنجان، او ممكن تزودي او تقللي اللي انت عايزاه. هننضف ورانا كده بقى بعد ما خلصنا، عشان يبقى المطبخ ورانا نضيف. هنا بقى كنت بحاول اعمل ورده، بس هي طلعت ورده بعافيه شويه، بس والله والله ورده حلوه وحياه ربنا يعني. انا كنت بحاول بس. حلو. وحياه ربنا حلو، قولوا لي حلوه في الكومنتات. هنا بقى انا كنت قربت الكاميرا شويه كده عشان تشوفوا الجمال، بس من قريب شويه. طعمه يا بنات اللهم بارك، بجد جمال وخفيف وتحفة بجد، اللهم بارك. جربيه واكتبي لي في الكومنتات، بجد لازم تجربيه. اما بقى عن شوية الدقة اللي اتبقوا دول، انا طبعا مش هرميهم، يعني اكيد مش هرميهم، هعمل فيهم ايه؟ هحطهم كده في علبة، ولما نيجي ناكل يعني هنسقسق كده يعني البتنجانة وناكل فيها، او ممكن تغمزيها، او ممكن اي حاجة، بس هي بجد بجد جميلة. لو جيتي بقى تشتري طبق زي ده هتشتريه بكام؟ اكتبي لي كده. ولحد هنا كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. ما ننساش بقى اللايك الجميل والاشتراك الأجمل، عشان يوصل لك كل جديد من بيت العز الكبير. والسلام عليكم ورحمة الله.